السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في حلقة جديدة من وصفات مطبخ منيا. اليوم إن شاء الله غادي نوجدوا كلاص اللي غادي يكون بجوج ديال النكهات. النكهة الأولى غتكون بالشوكولا والنكهة الثانية بلا فاني. هذا هو الشكل ديالو كيف ما كتشوفوا معايا، كيجي رائع والمذاق كيجي لذيذ بزاف فعلا. كنتمنى انكم تجربوه ويعجبكم، وإلا عجبكم كيف ديما بارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم. وإلا كنتو اول مره كتزوروا القناه ديالي ما تنساوش تابوناو في لاشين والضغط على الجرس باش توصلوا دائما بالجديد. نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. المكونات الرئيسيه ديالو هي هذه. عندي هنا ساشي ديال لا كريم كلاصي. الكريم كلاصي هذه هي العلبه ديالها اللي كتكون كتوزن 120 غرام. لا كريم كلاصي ماشي لا كريم شونتيي اللي كيكون في الظهر ديال العلبه انها كتطلب مع 250 مليلتر ديال الحليب. فانا هنا غادي نطلعها مع 400 مليلتر او 400 غرام ديال الحليب السائل، يكون بارد جيدا، ضروري انه يكون بارد جيدا. وغنحتاج كذلك الحليب المركز المحلى كيبقى على حسب الذوق. انا هنا عندي الحليب المركز المحلى المحضر في البيت اللي كيتحضر من كاس ديال الحليب غبره والكاس ديال السكر السنيد او السكر حبيبات نفس القياس مع نصف كاس ديال الماء. كنديروا المكونات في الميكسور حتى كيطحنوا لينا مزيان وكيذوب السكر. من بعد كنديروهم فوق النار مهيله مع التحراك. ضروري نستمروا في التحراك باش ما تكونش لنا ديك الطبقه من الاسفل، الطبقه البنيه. فقط كيغلي لينا الخليط وكنطفيو عليه، ما كنخليوش كيغلى بزاف. وكنحصلوا على حليب مركز محلى بنفس الطعم ديال الحليب المركز المحلى اللي كناخذو من على برا. نبداو على بركه الله في طريقه التحضير. نبداو على بركه الله. اول حاجه الاناء اللي غادي نطلعوا فيه لا كريم ديالنا ضروري حتى هو يكون في الثلاجه من قبل، يكون بارد جيدا. نوضعوا فيه الساشي ديال الكريم كلاصي، نزيدوا عليها 400 مليلتر ديال الحليب، ونوضعوا المكونات ديالنا في الخلاط. نطلعوا لا كريم ديالنا بسم الله. من بعد ما كتبطل علينا لا كريم بهذا الشكل هذا كتولي كثيفه، غنزيد عليها دابا الحليب المركز المحلى. غنزيد انا تقريبا واحد 2 معالق ديال الحليب المركز المحلى. وغادي نكمل التشطراب حتى كيتجانسوا لي المكونات مع بعضهم. بهذا الشكل هذا. من بعد يمكن لينا نذوقوا الحلاوه. انا بالنسبه ليا هاد الحلاوه كافيه. هكذا كتكون لا كريم ديالي جاهزه. من بعد فانا غادي نقسم هاد الخليط ديالي على جوج. كيف قلت لكم من قبل غندير النصف غيبقى بالفانيلا والنصف الاخر غنديرو بالشوكولا. انا غادي نعزل هنايا الخليط اللي غادي نزيد ليه الشوكولا. الا كنتو كتبغيو الذوق ديال الشوكولات اكثر يمكن لكم تزيدوا، ما تقسموهمش على النص، ديروا الثلث بالفاني والباقي بالشوكولا هكذا. من بعد فانا عندي هنا القليل من لي بيبي د شوكولا، هذه فقط اختياريه. غادي نزيدها للنصف اللي غادي نزيد ليه الشوكولات. عندي هنا كميه من الشوكولات، عندي 110 ولا 120 غرام ديال الشوكولات الاسود مذوب في حمام مائي. عندي كذلك 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، هادو غادي نزيدهم للنصف اللي غادي نكهو بالشوكولات. عندي هنا اللوز مهرمش بهذا الشكل هذا.
محضر من قبل على شكل كراميل. فايت لي حضرت معكم هاد الطريقه هذه في الوصفه ديال الكلاص اللي كان بنكهه الكراميل. غتلقاو الطريقه في الفيديو اللي حضرت من قبل. نبداو على بركه الله. وغنحتاج كذلك المول اللي غادي نجمدوا فيه هذا الكلاص هذا. فانا اختاريت هذا المول هذا طويل، يمكن لكم تستعملوا المول اللي متوفر عندكم. فانا هنا غلفته بالفيلم اليمونتير باش ما يلصقش ليا الكلاص. نبداو على بركه الله. بالنسبه لهذا النصف اللي غيبقى بالفانيلا غادا نزيد عليه اللوز مهرمش بهذا الشكل هذا. يمكن لكم تستعملوا اي نوع من المكسرات متوفر عندكم او لا تستغنوا عليها، فقط هذه اضافه باش نلقاو هذاك الكروكون من الداخل يكون مقرمش. النصف الاخر غادا ناخذ هذا الشوكولاط اللي ذوبت هنا، غادا نزيد عليه الكاكاو ونخلطوا مع بعضياتهم قبل ما نزيدوا الكلاص بهذا الشكل هذا. كيتجانسوا لينا مزيان. وغادا نزيدهم على لا كريم ونحاول ندخلهم غير بشويه، نخلط من الاسفل للاعلى. بهذا الشكل هذا. بعد ما كنتاكدوا ان الشوكولاط والكاكاو تجانس لينا مع لا كريم، غنزيدوا في الاخير القليل من البيبي شوكولا فقط اختياريه. بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نجيبوا المول اللي غادي نجمدوا فيه الكلاص ديالنا. غنوضع فيه طبقه من الاسفل بهذا الشكل هذا. من بعد غادي نزيدوا طبقه ديال الفانيلا بهذا الشكل هذا. من بعد كذلك غادا نجيب الفيلم اليمونتير باش غادا نغطيه من الفوق هكذا، باش ملي نوضعو في الكونجيلاتور ما يشمش لينا الروائح اللي كتكون في الفريغو ولا المجمد. ضروري ما نغطيوه. انا دابا غادا ندخل الكلاص ديالي للمجمد تقريبا من 6 ساعات حتى ل 8، اولا نخليوه ليله كامله. من الاحسن نخليوه ليله كامله حتى كنتاكدوا انه جمد. دابا انا غندخل الكلاص ديالي للمجمد ونتلاقاو من بعد باش نكملوا التزيين ديالو. كاضافه فانا بقى لي هنايا القليل من الكلاص ديال الفانيلا وديال الشوكولا. كاضافه فانا خديت هذا المول ديال الكاب كيك حتى هو غلفته بالفيلم اليمونتير، وغادي نوضع فيه هذا الكلاص اللي بقى عندي كاضافه فقط. ما كيوجد لينا الكلاص فانا هنا خليته بات ليله كامله. كيجي بهذا الشكل هذا. نجيبوا الصحن فاش غادي نقدموه فيه. من بعد ما كنقلبوا الكلاص ديالنا في الصحن بقى لنا دابا التزيين. التزيين دائما كيبقى اختياري.
نزينو بخطوط ديال لاصوص شوكولا. ومن بعد غادي نزيد هاد القطع ديال الشوكولات من الفوق باش يجي لنا هاد الاشكال. هذا هو الشكل النهائي ديال الكلاص اللي وجدنا اليوم. كيف ما كتشوفوا معايا شكل رائع، وكذلك المذاق فهو كيجي لذيذ بزاف فعلا. كنصحكم انكم تجربوه. وهادو دوك الكلاص اللي درنا في ليمون الصغار ديال لي كاب كيك، ديك الكميه اللي شاطت لينا كيجيو بهذا الشكل هذا حتى هما. انا غادي نقطع واحد القطعه من الداخل باش نشوفوا الشكل ديالو كيف كيكون. بسم الله. حنا عندنا درجه الحراره مرتفعه بزاف، لذلك فهو دغيا كيذوب. هذا هو الشكل ديالو، فعلا كيجي لذيذ بزاف. المذاق ديالو كيجي رائع. كنتمنى انكم تجربوه لانه كيستحق التجربه. وهذا هو القوام ديالو كيف ما كتشوفوا معايا. كنتمنى هذه الوصفه تكون عجباتكم. الا عجباتكم كيف ديما بارطاجيوها مع الاصدقاء. ما تنساوش جميع الفيديو والاشتراك بالقناه باش توصلوا بالجديد. بصحه والراحه.